النهاردة هنتكلم عن أنواع منتجات البشرة الدهنية. باختصار كده زي ما قلنا الفترة اللي فاتت، البشرة الدهنية دي عبارة عن إن البشرة بتفرز إفرازات زيادة عن اللزوم، بس ميزتها إن هي بتقلل التجاعيد المبكرة، لكن عيبها الوحيد إن هي بتطلع حبوب وكمان بتطلع رؤوس سوداء. تعالوا نعرف المنتجات من غسول ومرطب وواقي شمس وسيروم. أول حاجة هنبتدي بيها وهي الغسول. اول ما نحط الغسول على وشنا بنحطه من حوالي 30 ل 60 ثانية، يعني اقصى حاجة دقيقة. بعد كده بندلك وشنا بحركة دائرية لمدة الدقيقة دي. بعد كده لما نيجي نغسل وشنا بنغسله بمية فترة مش سخنة عشان طبعا منأذيش بشرتنا. بعد كده بننشفه بفوطة قطنية او لو يفضل طبعا مناديل قطنية برضو يبقى حلو جدا. اول حاجه بنبحث فيها عن الغسول بتاعنا من المكونات هو السلسليك اسيد او جليكوليك اسيد. دول اكتر مادتين بيفضلوا يبقوا في الغسول بتاعنا. وتعالوا بقى دلوقتي هقول لكم على انواع غسولات حلوه جدا للبشره الدهنيه. اول حاجه هنبتدي بيها هي الغسول فيه منتجات منه رخيص ومنتجات غاليه. المنتجات الرخيصه زي شان وارجنتو وستارفيل وكمان هيمالايا، وفي منتجات كتير جدا للبشرة الدهنية طبعا. من المنتجات كمان الغالية والحلوة جدا واللي بعشقه سوباند جلوري طبعا، بايوديرما، سيرافي، كولاجرا. الحاجات دي حلوة جدا كمان للبشرة بس هي سعرها غالي شوية. السيرم بقى هو الخطوة التانية وهو من الخطوات الأساسية جدا في علاج البشرة الدهنية. لازم يحتوي على ساليسيليك اسيد او نياسيناميد. الاتنين دول حلوين جدا للبشره الدهنيه. طب عندنا منتجات اقتصاديه زي ايه مثلا؟ زي ستارفيل، زي ايفا، زي دكتور راشيل. المنتجات دول حلوين جدا جدا كثيرا للبشره الدهنيه. كمان عندنا للبشره الدهنيه في حاجات غاليه، سيرم غالي زي مثلا اليزافيكا اللي انا بستخدمه، ذا اوردينري مثلا حلو جدا، لاروش برضو دي من المنتجات الغالية والحلوة جدا للبشرة الدهنية. مرحلة الترطيب دي مهمة جدا. ناس كتير بتسألني بتقولي طب احنا ليه نستخدم مرطب طالما احنا بشرتنا اساسا دهنية؟ ما كفاية الدهون اللي على وشنا. المرطب مهم جدا جدا لكذا حالة. زي ايه مثلا؟ احنا بشرتنا بتفرز دهون كتير، تمام؟ بعد كده احنا بنيجي نحط المرطب، اولا بيقفل المسام عندي فبالتالي بيحبس المية جوه، بالتالي بيخلي بشرتي ناعمة وبيخلي بشرتي يعني هايدريتد كده، يعني مغذية. تاني حاجة ودي الأهم، إن إحنا لما بنيجي نحط المرطب الغدد الدهنية بيتهيأ لها إن ده دهون، فخلاص هي بتوقف إفراز الدهون. هي دايما الغدد الدهنية بتفرز عندي دهون، فلما أجي أحط المرطب بتقول لأ، بيتهيأ لها إن دي يعني إحنا بنخدعها. بمعنى أصح إحنا بنخدع الغدد الدهنية بالمرطب بتاعنا. فعشان كده مهم جدا 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 إن إحنا نرطب بشرتنا. من المرطبات الحلوة جدا وأنا بحبها وسعرها مناسب جدا اللي هو مرطب الشان. شركة شان حلوة جدا والترطيب بتاعها مميز لأن هو جل. احنا مش هنستخدم طبعا كريم، احنا هنستخدم الجل. في منتجات تانية حلوة قوي برضو، هي غالية شوية لكن حلوة، زي ستيفز أنا بستخدمه، هو لجميع أنواع البشرة وحلو جدا. زي مثلا فيتشي، زي نيتروجينا. المرطبات دي حلوة وجميلة جدا. كده بقى احنا هنروح لآخر مرحلة وهي مرحلة ان احنا نحمي بشرتنا تماما حتى من الشمس او حتى من الحرارة. ازاي؟ ان احنا هنحط صن بلوك او صن سكرين واقي الشمس. طيب في انواع منه رخيصة زي بوبانا، كولاجرا، انفينيتي، في ايفا برضو، لونا، ستارفيل. دول منتجات حلوة جدا وخفيفة جدا على البشرة برضو، واغلبهم هنشتريها برضو جل. تمام. في انواع تانية هي بتبقى غالية شوية، زي مثلا بايوديرما، في لاروش برضو، ودي انواع هتبقى غالية شوية لكن برضو حلوة جدا جدا. انا كده خلصت الفيديو. يا ريت نكون عرفنا كويس جدا ان كل الخطوات مهمة، من اول الغسول، السيروم، المرطب، الواقي الشمس او السان بلوك. يا ريت نكون كلنا بنلتزم يا ريت كده كلنا نكون استفدنا من الفيديو ده. اي حد عنده سؤال يكتب لي في الكومنتات
وأنا هجاوبكم عليه.